خلوني أقول لحضراتكم أنه بعض المصادر المقربة من قيادات للجماعة قالت أن الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان عقد عدة اجتماعات ما بين قيادات الجماعة وعدد من عناصر التنظيم الدولي واللي موجودين في قطر، وكان عنوان هذا الاجتماع هو البحث في بعض السبل الممكنة لحل الأزمة التي تواجه الجماعة الآن. والاجتماعات دي الحقيقة كانت بحضور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمدعوم والممول من قطر، واللي كان الهدف من إنشائه هو كسر سلطة وهيبة الأزهر. وحضر هذه الاجتماعات أبو الوليد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي، وأيضا عزت الرشق عضو المكتب السياسي ويعد الرجل الثاني في حماس الخارج. والاثنين لازم نفكر بس الجميع بأنه قبل صدور أي بيان عن المكتب السياسي لحركة حماس بيتم أخذ الموافقة الشرعية من القرضاوي عليه. خلونا نعرف يعني هذا الاجتماع في قطر الآن ايه دلالته، وهذا الحضور الضيق من الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق. دكتور سمير، يعني بعز حضرتك وبعز الشعب المصري كله في البداية على شهداء الوراق، يا ترى اللقاء ده ايه المتاح من معلومات، او حتى بكل خبرة حضرتك تحطنا في ضوء تحليل يعني التقاء هؤلاء؟ يعني كما هو معروف انه التنظيم الدولي في حالة اجتماع دائم في الخارج في محاولة للتأثير، مزيد من التأثير على مجريات الأحداث التي تجري في مصر بواسطة أفراد التنظيم والجماعات الأخرى المتحالفة معه في داخل مصر. هذا الاجتماع الذي جرى في قطر قبل أيام خصص لمراجعة الأوضاع التي جرت في مصر وفشل كل التعليمات التي تلقوها من الخارج. أريد أن أقول أن المعلومات المتوافرة من داخل الجماعة وخاصة التنظيم الدولي تقول أنه تم فرز الدكتور محمود حسين ليتولى أمانة العمل في الجانب العربي في الشؤون العربية، وهو مقيم الآن في قطر. وحضر هذا الاجتماع رئيس المخابرات القطري ورئيس المخابرات التركية، وكان هذا الاجتماع في البداية مخصصا لإعادة تقييم الأوضاع داخل مصر وفشل كل الخطط السابقة، عدم تحقيقها، الأمال التي وضعها التنظيم الدولي عليها والتي صرف من أجلها يعني قدر كبير من الأموال. أيضا في إطار هذا الاجتماع جرى اجتماع منفصل ضم السيد محمود حسين مع قيادة حركة حماس والمعلومات المتوافرة، وانضم لهذا الاجتماع كما أشرتم الشيخ القرضاوي أو الدكتور القرضاوي باعتباره يعني الأب الروحي أو المرجعية الأساسية لحركة حماس وعلاقاته الوطيدة التي تربط ما بين إمارة قطر وولاة الأمر في قطر وما بين حركة حماس، وهو الذي كان قد أنشأ لها صندوقا كبيرا يمولها، وهو الذي كان قام بزيارة لقطاع غزة بموافقة إسرائيلية ووساطة قطرية. محمود حسين في هذا الاجتماع الذي رشح من هذا الاجتماع الخاص الذي أجراه مع حماس في إطار الاجتماع العام الذي كما أشرت حضره رئيسي المخابرات في قطر وفي تركيا، عنف حماس بشدة ولامها على عدم قدرتها على ممارسة الدور أو التوقف عن الدور الذي كان يتوجب عليها أن تلعبه في إطار الخطة الكبيرة التي يعني أعدها واعتمدها التنظيم الدولي. توقفت المسيرات العسكرية، رفع صور الرئيس المخلوع، التحريض المباشر في المساجد إلى آخره. أيضا رشحت معلومات من داخل هذا الاجتماع أنه السيد محمود حسين وبخ أبو الوليد خالد مشعل على الخطاب الذي ألقاه إسماعيل هنية قبل أيام قليلة، والذي يعني حاول أن يتقرب فيه إلى السلطات الجديدة في مصر. خالد مشعل تبرأ تماما من هذا الخطاب وقال أن هذا الخطاب جرى تنسيقه
فقط ما بين هنية وما بين المخابرات التركية. هو عرضه على أردوغان ولم يعرضه عليه، وأنه يخالف هذا التوجه، وهذا يعكس تماما الخلافات الشديدة الحاصلة داخل حماس الآن، وأنه الداخل في حماس بات يضع خالد مشعل خارج حساباته وتجاوزه، واعتبر البعض أن خطاب هنية كان بمثابة نعي رسمي لخالد مشعل ولدوره في الخارج، لكن التنظيم الدولي ما يزال بوساطة قطرية يعول كثيرا على المكتب السياسي. أنا أريد أن أقول أن هذا الاجتماع جرى في إطار الاجتماعات المستمرة التي يجريها التنظيم الدولي في الخارج، والذي كلف شخص يدعى دويدار بالملف الدولي، وخاصة محاولة إثارة قضايا في المحافل الدولية، الحديث مع الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية. هذا الشخص اللي يدعى دويدار هو المكلف بهذه المسألة، ومحمود حسين في إطار التوزيعات الجديدة أصبح مكلفا بإدارة ملف الشؤون العربية. وهناك اجتماعات قريبة سوف تبحث في خطط التنظيم الدولي فيما يتعلق بالمحاكمات التي من المحتمل أن تجرى في 4 الشهر القادم للرئيس مخلوع محمد مرسي، وكيف يمكن للتنظيم أن يواجه ويتعامل مع هذا الحدث باعتباره حدثا مهما ومفصليا. طب دكتور، يعني بعض المصادر تحدثت أنه رصدت مبالغ كبيرة من قبل التنظيم الدولي لتأجيج العنف في الشارع المصري، يعني في عد تنازلي لمنع الوصول ل4/11. يعني طبعا مع أنه هناك امبراطورية مالية ضخمة، وهناك تدفق هائل من الأموال التي تأتي من الخارج ومن الداخل. علينا أن نشير أيضا إلى أن التمويل في الداخل لم ينقطع على الإطلاق، وهناك يعني مبالغ هامة جدا تصرف في الداخل لهذا. كان الرهان في الفترة الأخيرة على الجامعات المصرية ومحاولة يعني تأجيج الوضع من خلال الحركة الطلابية الإخوانية في الجامعة، وخاصة في جامعة الأزهر. شاهدنا في الأيام القليلة الماضية محاولات الخروج وقطع الشوارع. عندما تم احتجاز عدد من قيادات هذه الحركة تراجعت إلى الخلف حدة وقوة هذه المظاهرات، لكن هناك كان مخططا لإغلاق الجامعات، تعطيل العملية التعليمية بالكامل. أنا أريد أن أشير فقط هنا وبعجالة